بيبدأ الفيلم لما الزوج بيسافر في رحلة عمل من غير ما يعرف إن مراته بتتعرف على جار شاب واللي هو طالب عندها وعايش مع عمه. العلاقة بينهم بتكبر وبتتحول لرغبة في تواصل أعمق، وبعد كده بتلاقي نفسها مش قادرة تقاوم، وبتبقى اللعبة اللي بدأت بيها أصعب بكتير من إنها تخلصها. في بداية الفيلم بنشوف كلير مدرسة وهي بتجري وبتفتكر الأحداث اللي حصلت ليها مؤخرا. المشاكل بقت كتير عليها ومش قادرة تخبي مشاعرها. كلير بتزور صاحبتها فيكي واللي عارفة إن جوزها بيخونها، وبيتناقشوا في مراسلاته مع السكرتيرة في المكتب الرئيسي. صاحبتها بتنصحها إنها تنهي علاقتها مع الراجل، لكن كلير قلقانة علشان عندهم ابن وكلير مش عاوزة تأذيه نفسيا. فيكي بتقرأ جزء من رسائل جوزها للبنت، وكلير بتحس بعدم الراحة علشان هي حافظاها كلها. في الليل عيلة باترسون بتحتفل بعيد ميلاد ابنهم. جاريت بيهدي كيفن كمبيوتر وبيقترح يعمل رحلة تخييم للعيلة، ولما الابن يروح يغسل ايده جاريت بيبلغ مراته عن رحلة عمل تانية لسان فرانسيسكو. كلير بتسأل لو كانت المرأة اللي خانها معاها لسه شغالة هناك، لكن الراجل مش شايف ان ده مهم. كلير بترفض الرحلة بحجة ان كيفن وجاريت لازم يقضوا وقت مع بعض قبل ما الدراسة تبدأ، وبتروح تتعزل في الحمام علشان تهدأ. في الصباح كلير بتخطط تاخد ابنها لدكتور حساسية جديد. كيفن بيساعد أمه في فتح باب الكراج اللي مقفول، وفجأة نوح ابن أخو الجيران بيجي يساعدها. السيد سامبرن بيقدم ابن أخوه للجيران. الولد بيفحص باب الكراج وبيعرض على كيفن يروح معاه للمحل يجيب الجزء المطلوب للإصلاح. الجار بيحكي لكلير القصة المأساوية لعائلة نوح، وفي الطريق للمحل الولاد بيتعرفوا على بعض. نوح بيحكي لهم إنه عنده 20 سنة وفاتته دروس كتير وناوي ياخد الدبلوم في المدرسة المحلية. كيفن بيقوله إنه كمان بيدرس هناك وإن أمه مدرسة. عند الكاشير الولد بيطلب من صديقه الجديد يدفع عن مشترياته. كيفن معجب بإيلي كالهان أجمل بنت في المدرسة، لكن نوح بيصر إن الولد يقرب منها بنفسه. وبعديها الزملاء بيتكلموا ونوح برضو بيتعرف على البنت، وفجأة جيسون وأصحابه بيقتحموا المحل. بيشوفوا كيفن وبيكونوا عاوزين يتريقوا عليه. إيلي بتدافع عن صديقها وبتطرد المتنمرين برا المحل. نوح كان بيتفرج على المشهد، ولما الولد صلح باب الكراج قرر يبلغ كلير عن اللي حصل في المحل. كلير كانت عارفة عن المواجهة وبتحكي له ازاي كيفن اتلسع من نحلة من كام سنة، ومن هنا بدأت مضايقات جيسون. البطلة بتطلب من الولد انه ما يديش انطباع انه عارف سر كيفن، ونوح بيوافق وبيجربوا باب الكراج. في الليل كلير كانت بتقرأ في أوضتها، لاحظت نور من شباك السيد سامبرن ابن أخوه كان بيساعد الراجل الكبير انه يرتاح في السرير بالليل. وتاني يوم الولاد كانوا بيصلحوا عربية في ساحة بيت باترسون. نوح كان بيوري كيفن ازاي الموتور بيشتغل. كلير اتسألت وبصت من الشباك، عجبها شكله في التيشيرت ونوح شافها وهي بتبص عليه. صديقة البطلة جت علشان تتغدى عندها. فيكي أعجبت بالجار الجديد. عمي نوح كان رايح للمستشفى وكلير اقترحت على نوح يجي يتغدى عندهم. الولد طلب من المرأة إنها تديه دروس أدبية خارج المنهج، وبعديها راحت للمطبخ. فيكي شككت إن الولد مهتم فعلا بالأدب، لكن نوح فاجئ الكل بالكلام عن عمله المفضل لهومر. كلير كانت بتسمعه هي وبتغسل الأطباق، ونوح كان بيساعدها وهو بيتكلم عن الشعراء. لقوا حاجة تقربهم أكتر. جاريت كان بياخد ابنه في رحلة التخييم اللي اتكلموا عنها اليوم اللي فات، ونوح كان بيصلح سقف البيت وشاف كيفن وهو ماشي مع أبوه. نوح قرر يدي جارته هدية، كتاب ناقشوه اليوم اللي قبله، والإصدار كان قديم والمرأة كانت مترددة إنها تقبل هدية غالية زي دي، لكن نوح بيقنعها. جنب الكنبة لاحظ صندوق فيه أحذية ملونة كانت هدية من صديقة. الولد قال إن كلير جذابة حتى من غير الأحذية دي، ورجع للبيت. في الليل كلير قررت تجرب الحذاء. كانت الدنيا بتمطر وشافت في شباك الجيران ظل نوح. الولد كان واقف قدام المراية بعد الشاور. كلير اتفرجت على جسم الولد. نوح لاحظها في المراية وقرب للشباك، لكن كلير استخبت ورا الستارة. وبعديها فيكي دعت صديقتها على العشاء مع أصحابها علشان عايزة كلير تحس بتحسن بعد خيانة جوزها ليها، وطلبت منها تشيل خاتم الزواج في المساء. أصدقاء فيكي حكوا قصص مضحكة، لكن بعديها الكلام اتحول لموضوع تدريس الأدب في المدرسة. واحد من الرجال شكك في فايدة الأدب للأطفال، وده أغضب كلير وضربت مثال بمليونير ناجح كان مهتم بالأدب، وبعديها سابتهم ومشيت. في البيت كلير شربت نبيد وفكرت في المساء واللي كان مش كويس. الكوكيز على الطاولة
ما كانتش طازة وغيرت رأيها وما أكلتهمش. وفجأة التليفون رن. نوح طلب مساعدة كلير في طبخ الفراخ. كلير قعدت للعشاء في بيت الجار وحكت له عن موعدها السيء. نوح بدأ يجاملها وده أحرج كلير وكانت عاوزة تروح للبيت، لكنه وقفها واعترف إنه شافها بتبص عليه من الشباك. نوح ساعدها تقلع هدومها واقترح عليها يتعرفوا على بعض أكتر، وبعديها راحوا لغرفة نوح علشان يستكشفوا بعضهم أكتر. الصبح كلير صحيت في بيت الجيران. نوح جاب لها قهوة وهي بدأت تبرر سلوكها، لكن نوح كان عاوز يتقربوا من بعض أكتر وزعل من سلوك كلير وضرب إيده. كلير عالجت جروحه وطلبت منه ما يديش اهتمام للي حصل. كيفن بعديها رجع للبيت وهو فرحان بالإجازة مع أبوه، وطلب من جاريت يفضل علشان يتعشى. كلير وهي بتعمل شاي للعيلة كانت متوترة بخصوص اللي حصل بينها وبين نوح. وبعديها نوح بيوصل وجاريت بيسمع عنه من ابنه. الرجالة بيتكلموا، ولما كلير بتظهر في غرفة الطعام نوح بيبدأ يسألها عن عطلة نهاية الأسبوع. كلير بتبقى متوترة، لكن تلميحات الجار كانت واضحة بس ليها. في الليل كلير وجوزها خرجوا لرمي الزبالة. جاريت طلب من مراته هدنة في العلاقة علشان ما تتسرعش في طلب الطلاق بسبب غلطته. السنة الدراسية الجديدة بدأت والمدير بلغ كلير ان نوح هيبقى في فصلها. نوح دخل الفصل واقتبس من هومر. كلير قررت تستفسر من المدير عن أسباب النقل علشان نوح ما كانش درس الأدب بعمق قبل كده، فالمدير بيديها توصيات من باردها الإلكتروني. وبعد المدرسة كلير كلمت نوح وطلبت منه ما يلاحقهاش. حاولت تعرف مين بعت الإيميل للمدير من باردها. لما ابنها رجع البيت حاولت تعرف منه، لكن نوح جه معاه. نوح قال إن بريد المرأة تم اختراقه وعرض يساعدها. كلير طلبت من ابنها ما يعزمش نوح على العشاء علشان هما التلاتة هيتعشوا مع أبوه. نوح سمع طلب كلير. السيد سامبرن كان في الجيش قبل كده، ونوح كان عارف مكان ذخيرة عمه. عرض يعلم كيفن الرماية، والولاد فرغوا غضبهم في البرتقال. نوح حكى لصديقه وجهة نظره عن اللي حصل بين والده ومامته. كلام نوح أثر على كيفن، وده خلاه يتعصب على جاريت بسبب تصرفه. على العشاء كيفن صرخ في والده وأبلغه إنه قرر يمارس الملاكمة بدل دروس البرمجة. وتاني يوم كيفن كان بيتمرن في الجيم، ونوح سأله ازاي عشاء العيلة مشي. كيفن كان بيفرغ غضبه بالضرب في الجيم، وفجأة حصل له نوبة. نوح قلق على صديقه وساعده يتخطاها. فيكي ادت لصديقتها ورود جايلها من جاريت، لكن فيكي ما كانتش عايزة ان كلير ترجع لجوزها. كلير اتصلت تشكره على الظهور، لكن جاريت ما كانش عارف حاجة عن الظهور. وبعديها كلير فهمت ان الظهور كانت من نوح. كلير بتلاقي نوح بالجيم وكان بيتدرب. كلير كانت غاضبة من تصرف نوح، وكانت غاضبة علشان بيقلب كيفن ضد أبوه، لكن نوح قال إن جاريت هو اللي عمل كده بنفسه وهي لازم تشوف ده، وطلب منها تتشكره علشان أنقذ ابنها أثناء التدريب. المحادثة ما بينهم لاحظها واحد من الموظفين وسأل لو كانت كلير بخير. كلير شكرت الرجل على اهتمامه واستمرت في الكلام مع نوح. كلير قالت إنها هتتكلم معاه تاني، ونوح أعجب بالفكرة. بعد المدرسة كيفن راح لمحل آلي ودعاها لحفلة الخريف. جاريت رجع كلير البيت بعد الموعد وكان عاوز يقضي وقت مع مراته. كلير ما كانتش عاوزة تتسرع وسمحت لجوزها يقضي الليل في غرفة المعيشة. نوح شاف وصول العائلة للبيت وكان بيتابع شباك كلير. ما كانش قادر ينسى الليلة اللي تعرفوا فيها على بعض أكتر وقضوا وقت ممتع. نوح كان متضايق إن جاريت عاوز يصلح علاقته مع عيلته وكلير موافقة تسامحه. الصبح جاريت ودع مراته على الشرفة وراح للشغل، وبينما كلير بتستنى ابنها عربية نوح وصلت لبيتهم. نوح كان غاضب وبيعتقد إن كلير بتلعب بيه وبيبدأوا يتخانقوا. كيفن شاف الخناقة ما بينهم، والأم بتطلب من ابنها ما يتواصلش مع نوح علشان حالته غير مستقرة، لكن كيفن بيقول لها إن جاريت غسل دماغ أمه وإنهم بيحرموه من صديقه الوحيد. وبعديها بيركب مع نوح العربية وبيمشوا. في المدرسة كيفن اتعرض للتنمر تاني من زميله صاحب الشعر الأحمر، وبعديها نوح فرغ غضبه في جيسون. فيكي حاولت تفرقهم، لكن نوح دفعها جوه الحشد. كنائبة مدير سحبت ملف نوح وطلبت مراجع من مدرسته السابقة. اتضح ان نوح تم طرده بسبب التنمر. نوح ما كانش عاوز يتكلم مع فيكي عن اللي حصل وكان عاوز يمشي، لكن فيكي وقفته. نوح قال لها كلام وقح وهي طردته من المدرسة. في الليل كيفن راح للحفلة مع إلي. والدته كانت مبسوطة انها شايفة ابنها فرحان وادته وردة علشان يديها للبنت. في الحفلة إلي بلغت المعلمة ان في ماسورة انفجرت في حمام الاولاد. كلير راحت علشان تشوف الوضع، وفي المراية
شافت حد كاتب إنها كانت قريبة من طالب، وبعديها نوح بيقرب منها وبيطلب يكلمها. نوح ما كانش راضي إن جوزها يرجع ليها وعاوز يفكرها بالوقت الممتع اللي قضوه سوا، لكن كلير ما كانتش عاوزة ودفعته بعيد. في الليل كان هناك موسيقى صاخبة جاية من بيت السيد سامبرن. في الشباك كلير شافت نوح وإيلي كالهان واللي ناويين يقضوا وقت مع بعض، والبنت كانت بتغسل أسنانها ونوح كان بيبص لشباك كلير. في الصباح كلير لقت صورها في غرفة الأدب وطلبت من الطلبة إنهم ينتظروا بره، وحاولت تخبي الأدلة في سلة المهملات. المدير بيجي وبيشوف الطلبة مستنيين بره وبينادي كلير علشان يتكلم عن سلوكها مع الطلبة، علشان في موظف شافها وهي بتستخدم القوة ضد نوح. جريت قابل ابنه من المدرسة وعرض عليه يوصله للبيت في عربيته الرياضية. الأب حاول يعمل محادثة هادئة، لكن كيفن اتعصب وبدأ يزيد في السرعة وقال لوالده كل اللي عاوز يقوله خلال ال9 شهور اللي فاتت. فرامل العربية اتبوظت ووقفوا بمعجزة عند خزانات المياه. جريت واسى ابنه واعترف بغلطته انه فرق عيلتهم. كلير شافت العربية المتضررة في موقف السيارات قدام البيت، وفي غرفة المعيشة شافت جوزها وابنها ونوح وكانوا بيتفرجوا على التلفزيون. نوح بيعرض عليها انها تجلس جنبه، لكن كلير كانت بتجهز الاكل في المطبخ، وبعديها قال للكل انه عاوز يجيب شيبسي ودخل المطبخ علشان يشوف كلير. كلير اتهمته انه هو اللي وضع الصور في المدرسة، لكن نوح مردش ودعاها للخروج في الليل. كلير كانت متضايقة من تصرف نوح الوقح، لكنها وافقت تروح معاه بالليل. اتسللت لأوضة نوح علشان تاخد الفيديو منه، ونوح وعدها انه مش هيوري حد الفيديو بتاعهم. وعلشان مش عاوز كلير تروح قال لها ان الدنيا كبيرة وفي مكان ما يقدروا يكونوا سعداء فيه. وبعديها كلير دفعته بعيد ورجعت البيت. في الصباح كلير ورت الصور بتاعها مع نوح لصاحبتها فيكي، وبعديها فيكي أدركت ان الولد مش طبيعي، بس مش هيقدروا يثبتوا ده للمجتمع. كلير اعترفت ان الولد عنده فيديو لما كانوا سوا، وكانت خايفة تخسر كل حاجة بسبب ضعفها المؤقت، وفيكي وعدتها انها هتساعدها تدمر كل الأدلة. وبعد المدرسة نوح بيروح بعربيته ورا عربية كلير، لكنه بيتصدم لما بيشوف فيكي هي اللي سايقة، وبيعرف ان كلير عاوزة تاخد الفيديو من اوضته. فيكي بتحذر كلير وبتطلب منها انها تخرج من البيت بسرعة، لكن كلير كانت مصممة انها تلاقي الفيديو الاول. لقت كاميرا مخفية في اوضة نوح وتبعت مسار الكيبل لحد ما وصلت للبدروم، وتحت كلير لقت أوضة معلقة فيها صورها على لابتوب نوح. كلير بتمسح فولدر فيه معلومات محرجة ومعلومات عن العربيات، وخمنت إن نوح ما كانش بيبص على مخططات الفرامل لنفس عربية جوزها بدون سبب. خلصت شغلها وطلعت بسرعة، لكنها قابلت السيد سامبورن في الممر. ظهورها المفاجئ بيخوف الراجل العجوز. كلير بتعتذر وبتروح علشان تخرج. رجعت لبيتها وكلمت صاحبتها وحكت لها عن كل اللي هي لقيته على لابتوب نوح. سألت لو كان فيكي خطيبها يعرف حد من الشرطة، علشان إحساس كلير بيقول إن في خطر جاي. وفجأة في حد خبط على الباب. كلير افتكرت إن نوح عاوز يدخل البيت واتجهزت علشان تدافع عن نفسها، لكن اللي كان واقف على العتبة كان ابنها. وبعد ما اتكلمت فيكي مع كلير، فيكي اتضربت على دماغها، وبنعرف ان نوح اتسلل لبيتها. كلير طلبت من شرطي وطلبت منه انها تعرف اكتر عن الحادثة اللي حصلت لأهل نوح. الشرطي قال لها ان السائق فقد السيطرة وعمل حادثة، ووراها صور واشياء من الحادثة سنة 2006. الراجل حس ان كلير بتعرف حاجة، لكن كلير كانت مترددة انها تقول اللي بتتوقعه. كيفن كان على وشك انه يقضي وقت مع باباه، لكن نوح طلب مساعدته. نوح اعتذر عن طبيعته الحادة مع فيكي، وربط المرأة في كرسي وبدأ يسألها عن ايه اللي هيخططوا ليه هو والبطلة. ولما موبايل فيكي بيرن، نوح بيسمع كلير بتقول انها متأكدة ان نوح متورط في حادثة والديه، وان هو اللي عطل نظام الفرامل في عربية جاريت. الولد بيشغل تسجيل لفيكي وهي بتطلب من كلير تيجي لبيتها فورا. كلير وصلت بيت صاحبتها وسط الظلام، الانوار مش شغالة وفيكي مش بترد، وده خوف البطلة. اتخضت من قطة ووقعت على جثة صاحبتها وصرخت بجنون وخرجت من البيت واتصلت بال911. نوح منعها انها تعطي العنوان، سحبها من العربية وقال ان كل تصرفاته علشان يحمي اللي بيحبهم. كلير قالت له ان دي مش طريقة معاملة يعامل بيها اللي بيحبهم، لكن نوح حكالها عن اللي عمله ابوه في امه ودعاها تمشي معاه في الاسطبل. كلير شافت جاريت متعلق وسمعت صوت ابنها بيهدد نوح، لكن الولد قال انه بيحب ام صديقه وان الوقت حان علشان الكل يفهم. كلير اتأكدت ان ابنها بخير ورفعت عصا حديدية جنب الطاولة للدفاع عن نفسها. نوح قال انه كان عاوز يكون مثال لكيفن، لكن الولد طلع زي ابوه. كلير حاولت تقنعه
إن كيفن اتغير وطعنته بالعصا الحديدية، لكن ده ما كانش كافي علشان يغمى على نوح. وبينما كلير حاولت تحرر ابنها، نوح فاق وسحبها بعيد عنه، وكان مخطط يولع الاسطبل وعرض على كلير تختار يا إما تكون معاه أو تبقى هنا مولعة مع جوزها وابنها. جاريت قدر يخلص نفسه من الحبل اللي كان متربط بيه، وبعديها بيدفع نوح بعيد عن مراته وبيطلب منها تنقذ نفسها وتنقذ ابنها، لكن نوح بيضرب جاريت بالنار وبيوقعه. نوح حاول ياخد كلير معاه، لكن هي بدأت تقاوم وتضربه. كيفن اتحرر وكان عاوز يساعد أمه، لكن نوح كان أقوى منه بكتير، كان ناوي يتخلص من كيفن، لكن كلير شتتت انتباهه وضربته على دماغه. وبعديها الابن ساعد أمه وخرجوا من المكان، وبعدين وصلت الإسعاف علشان تاخد عيلة بيترسون بعيد عن المكان. كلير قالت لجوزها إنها هي وابنها هيفضلوا جنبه وقريبا هيروحوا مع بعض البيت. وهنا فيلمنا بينتهي. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتدوني رأيكم. بحبكم قوي. باي باي.